أنا دكتورة بان زياد طارق، اختصاص الطب النفسي. سبب الضغوطات النفسية بتي صار بها هذا الشيء. هذا أنا من خبروني إنه على أساس إنه حادث مروري. ستعلم يا ظلوم إذا اجتمعنا إلى عدل الإله من الملوم، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. السلام عليكم وأهلا وسهلا بيكم. طبعا كلنا سمعنا على الترند اللي عامل قلبان بتاع الدكتورة بان العراقية واللي حصل معاها. يمكن انا اتأخرت شوية على ما طلعت لحضراتكم عشان احكي القصة بتفاصيلها، بس يعني يمكن انا بتأخر شوية عشان ابين لكم الحقيقة كاملة، بجيب القضية كلها بكل اركانها. النهاردة انا هوريكم حقائق وفيديوهات يمكن اول مرة تشوفوها معايا، هنفهم ايه القصة وايه الحكاية. يلا بينا نبدأ حكايتنا. يوم 5/8 سنة 2025 أب وأم عراقيين كانوا مسافرين لتركيا. مرة واحدة وغير الطبيعي جالهم اتصال إن بنتهم بانا عاملة حادثة على الطريق، بس هي كويسة. ابنهم اتصل عليهم وقال لهم كده، اتصلوا على المستشفى. الغريب إن المستشفى قالت لهم اللي بنتكم بانا كويسة مفيش فيها أي حاجة وبدأت إن هي تفوق. الأب والأم قرروا إن هم يلغوا السفرية ولازم يسافروا للعراق عشان يطمنوا على بنتهم. أول ما نزلوا لقوا في عربيات كتير كده قدام البيت وشرطة جوه وشرطة بره. عرفوا ساعتها إن الموضوع أكبر من كده بكتير، وكمان سامعين الناس والجيران كلهم ملمومين حوالين البيت وعمالين يقولوا حرام بانا تعمل في نفسها كده، حرام إن هي تخلص على نفسها. هنا الأب والأم اتأكدوا إن الموضوع أكبر من كده. أول ما دخلوا البيت لقوا إن الحمام كله عبارة عن لون أحمر، ومكتوب على باب الحمام أريد الله، مكتوب كده بالنص. طبعا خدوا بعضهم وجريوا عشان يشوفوا في ايه. المستشفى هناك قالوا إن بانا أول ما الحادثة حصلت في 2 من أهلها جابوها المستشفى، أخوها وواحد كمان. قالوا اول ما وصلوا المستشفى قالوا ان هي خلصت على نفسها وهي اللي عملت في نفسها كده. يعني مش طبيعي بصراحة اللي بيقولوه، بس هنفهم دلوقتي كل حاجة. هنا الدكاترة دخلوا بانا وبدأوا ان هم يفحصوها، بس اساسا البنت دخلت المستشفى وهي كانت متوفية وكانت مفتحة عينيها. نظراتها اساسا بتأكد ان هي اتعرضت لظلم يعني وخذلان مش طبيعي. والغريب كمان ان اهلها اهل بانا والدها ووالدتها وخالتها وعيلتها اول ما وصلوا المستشفى كان عليهم عفريت اللي هو ايه، البنت خلصت على نفسها لانها كان دي ضغوطات وان احنا لازم نخلص الاجراءات عشان بانا تدفن. هنا الدكاترة الطاقم الطبي اول ما شافوا البنت كده يعني استحالة، لقوا ان في كذب كده وفي حاجات عمال بيتغطى عليها. قالوا لا، ان لازم بانا تتحول للطب الشرعي فورا. اهلها طبعا كانوا رافضين، بس الدكاترة صمموا وفعلا حولوا بانا للطب الشرعي. بانا اول ما وصلت المستشفى كان فيها 3 جروح مش طبيعيين. الجروح دي كانت عبارة على ان بانا بآلة حادة، ايديها الاتنين من هنا يعني كده العظم باين في ايديها الاتنين، وكمان جرح عند الرقبة، وكمان اثار لخنق عند رقبتها، وكدمات كتير جدا على وشها. ازاي ان واحدة هتخلص على نفسها بالشكل ده؟ اقنعوني. يعني ازاي دكتورة نفترض ان هي كانت بتمر بضغوط نفسية على كلام والدتها ووالدها وقرايبها، انهي بني ادم طبيعي تقولي واحد في العالم كله يجيب آلة حادة ويجرح نفسه؟ مش جرح يعني، دي حاجة الصورة بشعة جدا. هتعمل كده لدرجة ان هي ممكن توصل ايديها لحركة شلل تامة، ما تعرفش تستعمل ايديها تاني، وتيجي بايديها المجروحة دي تمسك وتجرح ايديها التانية، وبعديها تعمل في نفسها كده. يعني هتمسك وشها كله هتدخله في الحيطة
يعني هو في حد طبيعي هيعمل الكدمات الغريبة دي كلها في وشه؟ كل ده اسباب مش طبيعية. في الموضوع ان عيلتها كلها كانوا عايزين يتستروا على الجريمة وينهوا كل حاجة في المداري كده من غير ما اي حد يعرف اي حاجة، والبنت ما تتعرضش للطب الشرعي عشان الحقيقة ما تبانش. انا هوريكم فيديو دلوقتي للام وهي بتتكلم. يعني الفرق بين ام واحدة، الفرق بين ام ابنها او بنتها ماتت بعد 4 سنين بتتكلم بحرقة، ودي واحدة بنتها ميتة وتاني يوم بتتكلم بالجحود ده. هي بتتكلم بطريقة جبروت. وفي فيديو تاني انا هعرضه لحضراتكم وهي مقعدة اخت بانة قاعدة جنب منها، والام كل شوية عمالة تطبطب عليها كده كأنها، اقسم بالله كأنها بتهددها. اخت بانة قاعدة، حركات ايديها كلها والرياكشن بيقول ان هي شافت حاجات ومش قادرة ان هي تتكلم. انا هوريكم الفيديوهات دي كلها مع بعض وهوريكم الدليل ان مين اللي عمل في بانا كده. تعالوا واحدة واحدة كده مع بعض. تعالوا اوريكم الفيديو الاول. وانا تعبانه يا امي بس اشوف هذا بعيني، بس ينطرني اياه. ذاك ما شفته يهون رخيصات، ايش ما شفت منه كل شيء. ما شفته ولا حبيته ولا شميته. لو حاط لي 400 طلقه يعني 100 طلقه حاطين يعني كل شيء ما شفت منه رخيصات. ايش واروح لك بدوى يا يمه اشيرها لهم للحكومه. الفيديو التاني بالدليل التحليل النفسي من دكتور نفسي على الحالة اللي فيها اخت بانا وهي قاعدة في العزاء في حالة صدمة. تعالوا نشوف الفيديو ده ونرجع تاني مع حضراتكم. لغة الجسد والتحليل النفسي يكشفان الحقيقة. رأس منخفض ونظرة للأسفل مؤشر قوي على حزن داخلي شديد وشعور بالذنب. اليدين متشابكتين في حضنها بشكل دفاعي ووضعية مغلقة تدل على شعور بعدم الأمان وكتمان شيء، ليست بوضعية ارتياح أو عزاء طبيعي. مختصر الكلام يقول الفتاة تحمل ألم عميق وخايفة من شيء، ويكون هذا الشيء أكبر من الألم. وهذه الفتاة يقول شاهدة على ما حدث وتعرف تفاصيل وتخاف التصريح بها، وعلما أنه تم اعتقال شقيقة الدكتورة بان للمرة الثانية حسب ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. نيجي بقى للقصة الحقيقية اللي أهل بانا رفضوا ان هم يقولوها ويتكتموا عليها. الحقيقة ان اخو بانا كان مدمن للمواد المخدرة، وطلب اكتر من مرة من اخته ان هي تجيب له المواد المخدرة، واخته رفضت وقعد يهددها عشان ان هي تجيب له المواد دي، واخته كانت رافضة تماما. حصل الجريمة اللي حضراتكم شفتوها. وكمان اخو بانا كان على طول يعني من عبدة الشيطان، بيخش على مواقع كمان الدارك ويب، يعني ألعن. بصوا قبل ما نتكلم تعالوا شوفوا الفيديو ده بالدليل. انا تعبت كتير على ما جبت الفيديو ده لان هم مسحوا حسابه عشان يبقى مفيش اي دليل عليه. تعالوا شوفوا الفيديو الاول وبعد كده نكمل مع حضراتكم. ده لشخص طبيعي، يعني اقنعوني ده واحد طبيعي. دي الصفحة بتاعته، فانتوا تقريبا كانت 90% فهمتوا الشخص ده قادر يعمل ايه في اخته. عمل ايه بقى في اخته؟ رفضت ان هي تديله المواد المخدرة، فتش في اوضتها وما برضو ملقاش حاجة. كان هو واخواته الموجودين في البيت، اب والام زي ما قلت لحضراتكم ان هما ما كانوش موجودين. عمل ايه؟ اعتدى على اخته، وبعد ما اعتدى على اخته جاب آلة حادة زي ما انا وريت حضراتكم كده، وعمل جرحين متواصلين في ايديها وفي رقبتها واثار الخنق واثار كدمات. تمام؟ مش بس كده، هو كمان بعد ما اعتدى عليها جاب الآلة الحادة دي المنطقة الحساسة عند اخته، شال المنطقة كلها عشان ما يبقاش فيه اثار للجريمة بتاعته، وجاب قطن كتير وغطى المنطقة دي عشان يوقف النزيف. تمام؟ وبعد ما عمل ده كله كتب أريد الله على باب الحمام. الدكاترة قالوا ان كلمة حجمها 3 سنتي، ف3 سنتي دول عشان يتكتبوا محتاجين كمية من اللون الأحمر من أخته المقتولة اللي عمل فيها كده، وكمان لازم تكون ان هي كانت صاحية عشان يقدر يكتب كلمة بالحجم ده.
فمحتاج كمية من اللون الاحمر كتير. يعني معنى كده ان هو عذب اخته وهي صاحية وخد من اللون الاحمر ده، فاهميني حضراتكم؟ عشان بس اليوتيوب ما يحذرنيش وكده، وكتب الكلام ده على باب الحمام. ده له تفسيرات كتير احنا هنقولها مع حضراتكم. التفسير الاولاني، حصل ان اولا تم فصل كاميرات المراقبة قبل وبعد الحادثة، بالرغم ان كاميرات المراقبة ما كانش فيها اي عطل. ثانيا المجرم اللي هو يبقى اخو الدكتورة بان، اول حاجة عملها تم الاعتداء عليها وبعديها بطريقة عنيفة جدا، وده كان مقصود. يعني الدارك ويب يا جماعة يمكن ناس ما تعرفش، هما بيفتحوا الكاميرا بيجيبوا الضحية ويبتدي يعملوا ايه اللي بينطلب منهم بالظبط. 90% انطلب منه ان هو يعتدي عليها بشكل عنيف جدا، وده كان مقصود. وبعديها جاب الآلة الحادة دي وقص الجزء اللي هو بتاع المنطقة الحساسة، وبعد كده جاب قطن وبدأ ان هو عشان يكتم الدم، اللون الاحمر يعني. وتاني حاجة عملها ان هو جاب الآلة الحادة وقعد ان هو يشرح فيها، برضو نوع من انواع التعذيب. اما بالنسبة للكلمة اللي مكتوبة على باب الحمام اريد الله، ده تقريبا ان هو عمل كده عشان يلهي الناس او يخلي الناس ايه يعني. هو لما رمى الفكرة ان هي اتخلصت من نفسها، فهو كان عايز يوصل للناس الفكرة دي ان هي كانت مقبلة على ان هي تخلص على نفسها، فكتب الكلمة دي عشان دماغ الناس تروح لكده، كان بيلهي الناس. طبعا الآلة الحادة اللي هو عمل بها الجرائم دي كلها اختفت، مش موجودة. خامس حاجة، الأهل قبل ما الطب الشرعي يجي لمكان الجريمة مسحوا آثار الجريمة نهائيا، مسحوا كل حاجة، محوا كل حاجة قبل ما الطب الشرعي يجي ويثبت كل ده. ما كانش حد موجود في البيت غير بان واخواتها. يعني مين اللي هيخش يعمل فيها كده؟ او وهي مثلا هتعمل كده في نفسها ازاي وهي من غير ولا كلمة؟ يعني ايه سايلنت، بتعذب نفسها سايلنت. يعني كل الأدلة بتقول ان اخوها هو اللي عمل فيها كده. تعالوا شوفوا الفيديو ده وهو بيعترف بنفسه ونرجع تاني. عندنا توزيع، اليوم عندنا توزيع شباب، عندنا توزيع لحم ضحايا لحم غنم، لحم الأضحية، لحم الدكتورة فان داولك يا شباب. عندنا توزيع ان شاء الله كباب اليوم شيء. اما بالنسبه بقى للناس اللي هتقول طب هو ليه الاب والام والاهل اللي يعملوا كده ويضيعوا حق بنتهم؟ اب والام عملوا كده عشان يعني قالوا لك ان احنا مش هنخسر عيلين، كفايه ان احنا خسرنا واحده مش هنخسر التاني. ده تفكير عقيم لازم يتبات، اللي هو انتوا بنتكوا اتعمل فيها كده وطالعين بتقولوا ان هي عشان ضغوط نفسية فهي عملت كده في نفسها، وعارفين ان ابنكوا بيتعاطى وعمل في اخته كده وبرضه بتدافعوا عنه وبتنهوا الحقيقة، والام طالعة بتقول انا عيالي حنين على بعض وما يعملوش كده ببعض. ايه ده؟ في الاخر ايه اللي بينك وبين ربنا يا دكتورة بان عشان اهلك يرفضوا ان هم يجيبوا حقك والعراق كلها تقف وراكي عشان ترجعلك حقك؟ لما الاخ يعمل كده في اخته، امال مين اللي يجيب حقها؟ يعني الاخت حصل فيها كده، مين اللي يجيب طارها؟ مين اللي يرجع حقها؟ احنا بقينا في زمن العجائب. وفي الاخر انا عرضت لكم الحقيقة كلها كاملة زي ما وعدت حضراتكم. متنسوش بقى تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. دمتم سالمين.